خد بالك من المعلومة دي عشان ناس كتير جدا بتبقى متلخبطة. ايفونات كتير واجهزة بتنزل وانت في المطار عشان تسجلها بتتفتح من الكرتونة علشان تتسجل، وناس تانية وهي نازلة بتسجل الأجهزة بتاعتها ما بتتفتحش من الكرتونة، والكرتونة بتبقى سيلد مقفولة وبتتسجل برضه. لأن في ناس بتقول إن الأجهزة اللي بتبقى متسجلة شرعي في المطار بتبقى الكرتونة بتاعتها لازم تتفتح، وفي ناس تانية بتقول لا مش شرط. أنا عاوز أفهمك إن الموضوع مش ثابت على حاجة معينة. في ناس بتعرف تعدي الأجهزة وهي مقفولة وبتسجلها وهي مقفولة. ده بيفرق من موظف الجمارك اللي قاعد، موظف بيبقى محتاج اللي هو يفتح الجهاز من الكرتونة، وموظف تاني بيبقى مش فارق معاه الموضوع، عاوز يسجل وياخد السيريال بتاعك ويسجله وخلاص. وبتفرق من شخص لشخص. في شخص ما عندوش مشكلة ان الجهاز بتاعه يتفتح لو الموظف قال له لا انا محتاج افتحه. في شخص تاني ممكن يثبت مع الموظف ويقول له لا مش من حقك اللي انت تفتح الجهاز من الكرتونة، طالما انا الجهاز جايبه متبرشم. انت بتاخد السيريال بس من بره مع جواز السفر وبتسجل الجهاز، انما مش من حقك تفتح الجهاز. فالموضوع ملوش علاقة ان هو متسجل شرعي فكده لازم يبقى الكرتونة مفتوحة علشان انا ابقى ضامن وانا بشتريه من مصر. لو هو متسجل شرعي يبقى الكرتونة بتاعته مفتوحة، لو متسجل بطريقة مش شرعية او بطريقة غلط يبقى الكرتونة بتاعته مقفولة. الموضوع ملوش علاقة خالص بالنقطة دي، علشان الناس فاهمة غلط في الحتة دي زي ما انا وضحت كده بالظبط. مش كل الموظفين واحد، ومش كل الناس اللي بتسجل عندها اللي هي تفتح الكرتونة ده عادي.